بصح يا خو ويقول لك نسقسيك نعم ايكوت بوا بيان. نعم انت دوكا تفضل. انت دوكا الجزائر تدعم البوليزاريو من 75. سي تو طافي نورمال كي يكوني هاد العفايس فاهم، باسكو انت تدعم في ميليشيا مسلحه كونتراهم. هادي حاجه عادي، هما يتنصتوا علينا حنا نتنصتوا، هادي تصرا بين لي بيي سيرتو كي يكونوا دي بيي حايبين وحده فيهم دوميني الاخرى. دوكا انا نحكي لك اليوم كي قلت لي هما غوفرنمون ديالهم سي ان انمي افيك كوا، بالتطبيع كي جابوا اسرائيلي تو نو 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 با دي تو، ماشي تطبيع. انا بور ما يالوغ اوتونك افيك كوا. سيتويان سامبل، انا اوتونك سيتويان سامبل، انا نشوف باللي داير شوف لو بروميي انسيدون اونتر لالجيري اي الماروك في لار هذا نوفو في لي زاني 2000 تفعل خونا ما تفعلوش. العزيز والله خرجنا ور سوجي، ربي يحفظك، ميرسي عليك، صحيت حبيبي، ميرسي خويا، تحياتك خويا فيفمون، روح تكل على ربي. انا يا رائد والله العظيم غير نشوفك شيات برو ماكس. صح علاش هكذا لي نعلمك هذا انا. من صباح راني نحوس على واحد كيما انت، هاي روح اتكل على ربك. انا نقول لك علاش لو تيتر هذا ديجا اللي راك دايره لهنا عقدة المغرب. احنا الجزائريين عندنا عقدة من المغرب. جينيرال دوكا وليت نشوفها في واش زعما واحد تقولوا انت احنا عندنا سيد مقبله هو صاحبي على كل حال، ما سيد كنت نهضر معاه قلت له كاين مقام شاهد 200 متر لتحت، كاين كباريات وكاين لي ريستورون بار ريستورون وكاين الخماج وكاين الويسكي وكاين شراب وكاين الدعاره. قال لي هم كاين في المغرب عندهم جامع الفنا. هضرت معاه على هادي يقول لي المغرب، كل حاجه نقول له على الجزائر يقول لي المغرب. قلت له يا خو اسك انت جزائري؟ قال لي وي. قلت له كومون سا سفي كو انت تي ان الجيريان جو تو بارل دو الجيري تو مي ريبون دو ماروك، ما فهمتش. دوك انا هذه هي فاهم دوك عقده المغرب. انا مبسطها لك باش تعرف شكون اللي عنده العقدة من الاخر. شكون يا ودي شكون الهضره عليا تما انت دوك معليش انا باش تشوفني انا راه شيات افيك نفهمك كوا. انا راه نفهمك شكون غلق على الاخر، الجزائر اللي غلقت على المروك ولا المروك غلقت على الجزائر. انت غادي تشوفها سا بوزيتيف، راك فرحان بيان بها. سيغ بيان سيغ ناس ما هذه يساعدوناش هذه كوبين، هادو الناس ما يساعدوناش كوبين عليهم كوا الالين. ايا كي عباك ما بلي قدروش عباك هادو. بلي عباك اسمعني بلي اسمعني عباك بلي على بالك بلي العالم اللي هنا اوروبا داروا حرب عالميه ماتوا الملايين. شفت ماتوا الملايين هنا، ونورمال اه تدخل انت هنايا تروح تحبس في فنلندا الفوق كاع. وين راه انت كيف تشوف فيها هذه بصح اسا ماشي خوب بوزيتيف، قطع هذوك العلاقات مع بلاد اسمعني بوزيتيف. اسمعني هذوك شوف هذوك ماشي خباثة ماشي تاع خوباتان. اوروبا، ماشي خباثة هادو كيفاش خباثة ماشي المراكا. خوباتا؟ كيفاش هادو حرب البرا عالميه صار فيها اسمعني حرب انا نرجعك للبوزة. يا ودي روح دير البوزه ديال الكره صاحبي. انا حبيت واحد يهضر ديرها، قال لي يا اخو هاي ديك يعطي لي ارغيومون ناقشوا في الارغيومون. تاك تحكي لي على العلاقات الجزائريه المغربيه كيفاه بدات وعلاش داروا علينا الفيزا، ومن بعد تيك رحنا معاهم ومن بعد جاو معانا. يا ودي سي با تريف بوزيتيف، لهنا داروا حرب عالميه وخلاص. ماتوا الملايين هنا في اوروبا، ماتوا دي مليون بيرسون لهنا في اوروبا، وعادي جدا وجازت الدنيا عادي. فاهم؟ مي لو تروك سي كوا سي علاش تشوفوا المعارض المغربي تشوفوه راجل وفحل وزعيم، والالجيريان كون يكريتيك سون بيي واللي خائن للوطن تولي ماكش راجل؟ ما فهمتهاش هذه خويا. فاتحه اختي، فاتحه الباب يطبطب، فاتحه نوضي حليه، ما كاش فاتحه خويا عبد المجيد، عبد المؤمن تفضل خويا. انا السلام عليكم. شيات علاش روح. شوف أخي الشتاء تنقال مصطلح يتقال الواحد يشيت الأبناء البلد الواحد، أما الدولة أجنبية يعتبر عميل وليس شتاء. صح هذا انا خلط في عامل المصطلحات. بالنسبه لك انت، انا اصبر شو دقيقه، بالنسبه لك انا عامل العزيز انت لا، أنا عجبتني. عندي واحد يشيت الدولة أجنبية ما سموهاش شتاء أخي، صح الشتاء اللي عامل، كيكون في الجزائر. عامل بواش عامل لازم تبروفيها ولا هكا برك مراسك. لا أخي شوف، عندما تدافع على وجهة النظر المغربية وتقول أنه المغرب كاين بيناتنا حرب إعلامية وأنت تدافع بشراسة على وجهة النظر المغربية، معناتها تعتبر عامل. نو ماناش ندافع على الشراسه على الدفعه المغربيه. دوك انت يا الجزائري اليوم كي تنوض صباح تحكي لي انا عن شراء المغرب، علاه؟ وشنو هي الفايده؟ انت دوك هاتيك وانت ازمه علاش ازمه. تنظر كي يحكوا على المغرب بالضبط؟ علاش تنظر انت؟ باسكو انايا انت راني لماذا تنظر؟ ماشي ننظر، راني حايب يحكي لي على بلادي.
انا ننظر باسكو راني نشوف فيها بلي كيك تحكي لي على بلاد واحده اخرى تستحمر لا فيا. لا، هذاك تلفزيون حكومي اخي، حكومي، إيه. والحكومه تحكي على من تحب. الحكومه راهي مضيعه، ماهوش تلفزيون خاص. الحكومه راهي مضيعه البلاد يا اخو، الحكومه راهي مدخله البلاد في حيط. دوك انا احكي لي على مشاكلي، احكي لي على المالي كوبير تاع المالي كوبير تاع المغرب راهم تريسيتي. عايشين الرفاهيه تاع السويد. هاك تشوف كيف السويد والجزائر داخله في الحيط. هاك تشوف كيفاش هاي العقده تاع المغرب اللي راني نحكي لك عليها. شوف انا واش راني لانك انت نهضر لك، تنظر كي نحكوا على المغرب، لانك انت تنظر كي ما نحكوا على المغرب. ننظرش، ما ننظرش، طيح لهم الا حبيت. راني نحكي لك انت يا عندك عقده المغرب. انت دوك انا نحكي لك على الجزائر. عليكم السلام، كوبي المايك خويا. قلت لك يا اخو احنا ماذا بيا تلفزيون جزائري. قلت لي علاش كيفاش؟ قلت لك يا ودي انا ماذا بيا يهضر لي على بلادي هي اللي تهمني. قلت لي لا المغرب ما عايشين لا سويس. راك تشوف كيفاش يا اخو. تما انت هاي اللي راك بليسه تقول عندك المغرب عقده. عندهم محطات توليد الكهرباء، وراك تبين لنا فيها سويسرا وهي مسكين مازالوا يشوفوا في الحمار ما الكرويله. لا ما تقدرش تدافع على حاجه ما تقدرش تدافع عليها. ما بينتها لكش خو. لا ما بينتها لكش. انا يا سويسرا محطة نور واحد، محطة نور زوج، محطة نور ثلاثة، محطة نور ربعة. قلت لك بلي هادوما محطات لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية. هادوما كاينين في المغرب. هذه وين راه المشكل؟ وين راهي سويسرا؟ اوكي شوف اخي انتاج الكهرباء الجزائر تنتج 28,000 ميجا، والمغرب مازالت في 6,000 و7,000. جاي تصور لنا في المغرب انها خرجت من الغرقه وانها دوله متطوره. كيفاش راك تنتج الكهرباء؟ اخي راك عامل باين مفضوح. دقيقة معليش يا اخي. انت اش تعامل يطلعك تهضر معاه يقول لك علاش انا عامل انت تقعد بيا. دوك انت واش من الميجا اللي تحكي عليها؟ علاش تريسيتي تتقاس بالميجا وما يخدموا 28؟ كثير برك على بالك. ثالث تتقاس بالميجا 28,000 ميجا واط. نعم الجزائر تخدم 28,000 ميجا واط. نعم روح ابحث. دوك نبحث يا اعطيني انت عندك بروف ميجا ابحث واط بالسماح كي تلقى باللي راني صحيح. لا عادي دوك نبحث عليها. انا واش قلت لك عباك؟ انا واش قلت لك؟ وكان تجي تتبع واش قلت لك انت باش راك تنتج الكهرباء 28,000 ميجا واط. باش ما تدخلش في التفاصيل. لا يهمني الكهرباء قايم شعبي. ما تحوش عليا اخي. صح خويا العزيز، انا نسقسي فيك راك طالع تناقش معاه. خويا دقيقه انت يا خو، دقيقه استنى دالتك يا ما تفتحش المايك يا دقيقه. دوك نهضر انت دوكاتيك راك طالع تناقش معايا. نهضروا على الشتاء. انت دوكا قلت لي الجزائر تنتج 28,000 ميجا واط. انا مازال ما عنديش المعلومه هذه. دوك نقول لك لا صح الا لا. 28 ميجا واط بواش راك تنتجها 28,000 ميجا واط بواش؟ شوف اخي انا يهمني انه الدوله كافيه شعبها وتنتج بالزائد، ما يهمش باش. انا عندي الغاز اخي. كيفاش انا دوله غازيه. اخي. سي محمد انت كيفاش عرفت باللي الجزائر تنتج 28,000 ميجا واط؟ كيفاش عرفت؟ ادخل اخي وابحث وشوف وين ندخل؟ وريلي قول لي شو ندخل سونال غاز نديرها. ما تعرفش تبحث. المغرب راك عارف باللي عندها 4 شركات ومحطات. الجزائر ما تعرفش. الجزائر ما تعرفش تبحث عليها، تعرف تبحث عن المغرب. لا دوك نطلع مغربي نقول له خويا المغربي وين جايه. راك فاهم؟ ماشي مشكل. دوك نطلع مغاربه ونقول لك وين وكيف. انت عطيت لي معلومه. كيفاش عرفت باللي الجزائر تنتج 28,000 ميجا واط؟ وريني روح نحوس عليها يا اخو. نعم اخي كاين مصادر، وادخل لجوجل واكتب وتطلع لك انتاج الدول المغاربيه من الكهرباء وتطلع لك كل واحده شحال تنتج. سبانسي وشات جي بي تي ونشوفوا اش كاينه هذه المعلومه نروح نحوسوا عليها. اوكي. اصبر شوف والله جيميناي ولا شات جي بي تي 28,000 ميجا واط. كم تنتج الجزائر من الكهرباء كل عام؟ اصبر نشوفوا الا كاينه الا ما كاش. نشوفوا الا كاين. كم تنتج 28,000 ميجا واط. جيب لي ربي قيسوهاش بالميجا واط يا هو. نو كم تنتج الجزائر من الطاقة الكهربائية كل عام؟ 28,000 ميجا واط. والله ما عندي هذه المعلومة. اصبر دقيقة. حوالي 22 اصبر دوك نقول لك. هاي لحظة 22.600 ميجا واط ماشي 28. 22
اخي هذاك اسمعني. استهلاك الجزائر في وقت الذروه 22,000 اما الانتاج 22,000 فاصل. 28,000. كيفاش على بالك بها انت؟ كي قلت لك منين نجيبها ما عندكش ودوك راك تخطب عليا ولا مي بعثوا لك لي ميساج. بصح راني عطيتك معلومه لقيتها صحيحه اخي، انت علاش راك تغير بالموضوع؟ 22,000 انت زدت من عندك، هي 22,000.600 انت راك دوك قلت اخي لي استهلاك زدت من عندك. الجزائر في وقت الذروه 22,000 ميجا واط. لا اما نهضروا على المغرب انتاج، مازال الانتاج نهضروا اسمح لي على اخي. انتاج، راك كنت تهضر على الانتاج. الجزائر تنتج 22,600 ماشي 28,000. هذيك زدتها. انا واش هضرت؟ انت لو كان جيت تفهم، انا هضرت على انتاج الكهرباء باش بالطاقه الشمسيه بلي بانو سولار. شت لي بانو سولار هذوك بانتاج الطاقه الكهربائيه بلي بانو سولار. حنا عندنا صحراء 2,381,741 كيلومتر مربع هكذا. انت كيفاش هذيك الصحراء كاع وهذيك الشمس كاع ما قدرتش دير كيما داروا هما وتنتج الكهرباء بالطاقه الشمسيه ودير اكتفاء ذاتي، وهذيك الكهرباء اللي راهي عندك تصدر ربها ولا تشعل بها لاطير. اوكي نجاوبك هكذا. انت اليوم في 2026 مازالك تحكي على لي كوبور تاع الماء ولي كوبور تاع الغاز ولي كوبور تاع تريسيتي. راك شايف كل يوم كاين ناس ضربوا في وهران في لاكابي في وهران مدينه كبيره ضربوا شهر بلا ما. راك فاهم؟ دوك انت اليوم في 2026 عاودنا ولينا ل 1989 كي كانت هذيك تاع جالما نوض تعمر في وسط الليالي مظلمه. فاهم؟ اخي نجاوبك. شوف اخي، بما أن المغرب دولة ماهيش طاقية، راها تنتج الطاقة بالأزبال الأوروبية وبالطاقة الشمسية وبإعادة تدوير النفايات. هذيك يعيطوا لها الأزبال ولا إعادة التدوير. إعادة تدوير النفايات أخي. أنا بالك بلي أصبر ماشي نسوقها لك. دقيقة الأمريكان وعلاش تنظر ما ننظرش. شوف الأمريكان اللي راك تحكي ليها نتايا، الامريكان عندها البترول ما تسحق حتى دوله في العالم هكذا. الامريكان ومكونسونطريه على حاجه واسمها الطاقات المتجدده. لاشين تكونسونطري على هاد العفسه. صافي با دير بانك كي تكونسونطري على الطاقات المتجدده معناتها بالضروره انك دوله ما عندكش البترول وما عندكش طاقات اخرى. هذه راك تيري برك، فهمتني؟ وهذوك ما يعقولهاش الاسباب. خليني نكمل جمله. أنا قلت لك بما أن المغرب ما عندهاش طاقة وما عندهاش الغاز تخدم بطاقات بديلة. مش عيب أخي، مش عيب. الجزائر بما أنها دولة غنية بالغاز تكفي شعبها بالغاز. وين المشكل زعما؟ ورغم هذا الجزائر راحت للطاقات البديلة وراح تدير أنبوب مع إيطاليا وألمانيا للطاقة الخضراء وشي عادي أخي. وين زعما انت راك شايف وانا المغرب ما كاش مشكل زعما؟ ما قلتلكش ما كاش مشكل في المغرب. شكون اللي قال لك ما كاش مشكل؟ نتوما اللي عندكم عقده في المغرب. نهضر لك على الجزائر تهضر لي على المغرب. المغرب دوله فيها مشاكل. تدافع على الوجهه المغربيه اخي. هذا ما كان. المغرب فيها مشاكل. استبعني بيان. شوف شحال حنسيتي لك من مشكل في المغرب. المغرب فيها مشكل للطاقه. المغرب فيها قلت مشكل في الطاقه. المغرب فيها مشاكل في قطاع الصحه. المغرب فيها مشاكل في قطاع العداله. المغرب فيها مشاكل في قطاع التنميه. تفهمني؟ المغرب فيها سياسيين فاسدين اللي سرقوا اموال الشعب المغربي. الشعب المغربي اليوم مازال كاين بلايص راه يحرق منهم الشعب المغربي. مازال كاين بلايص محتاجه للتنميه وراهي روطار شويه. كاين مغاربه مازالهم يعانيوا الفقر. كاين البطاله في المغرب. هادو هما لي بروبليم اللي راني نسيتيهم لك دوك. كان كجزائري ما كاش مغربي يطلع يقول لي يا ودي راك تكذب. ما كاش مغربي اليوم يطلع يقول لي علاش ما تهضرش على بلادك، لانني انا راني مايد الاولويه تاع المشاكل اللي نهضر عليهم لبلادي للجزائر. تما دوك مغربي كي يطلع ما يقدرش يقول رائد روح هضر على بلادك، لان الاولويه تاع رائد هي الجزائر. نتوما اللي ترجعوا اللايفات يهضروا على المغرب وكي نهضر معاك بكل احترام تقول لي ها المغرب ما عندهمش، ها المغرب كذا. ماشي مغربي انا. علاش تشوفوا المعارض المغربي تشوفوه راجل وزعيم وماشي ميم با معارض؟ هم كاين اللي راهم يسبوا الملك، يسبوا المغاربه، يسبوا المراه الجزائريه. هذه ما درتهاش انا كجزائري. انا ما سبيتش تبون، انا ما سبيتش المراه الجزائريه وما سبيتش الشعب الجزائري هكذا. هادو ما دوكاتيك اللي راك دير فيهم كاع هو تشوفوا راجل وانا تشوفني عامل. واش عامل؟ بس قلت لك كاينه هذه مليحه في المغرب.
شوف رائد، انت كي تنتقد الجزائر ما كاش اللي يلومك، ولكن كي تنتقد الجزائر وتقارنها بالمغرب وتصور مم. المغرب انها دوله عظمى راح تولي عامل. انت ماشي درت روحك في عامل. العماله، دوك انت نفهمك درت انت روحك في العماله اخي. انتوما دي كومبليكسي برك، خاطر كي نقول لك المغرب يجيها 20 مليون سائح باك واش تقول لي؟ ماشي تقول لي صافي بليزير وانتاج تنميه السياحه الجنسيه. كي شغل انتوما واحد يخلي جوزيلين ويخلي جيسيكا ويخلي ماريا وكذا ويجي المغرب عند عيشه وسوسو وفيفي، راك فاهم كيفاش؟ شغل هذه وحده. حاجه دوزيام، نتايا كي تشوف هذيك 20 مليون سائح معناتها انه يروج لبلاده مليح، معناتها ان هذاك السائح ويجيه بالدولار. اليوم اسم موروكو معروف، اسم الجيريا ماشي معروف، فهمت؟ دوك السياح والعالم طريب يا بدا طريب يا يفيزيتي تحيه. موروكو. شكرا انت شكرا والله، الجزائر غيرك تسوق اسمعني، بصوره ما مليحه رانيش على المغرب، نسوق، يعطيك ما الصحه. رانيش المخزني شكرك، المخزني شكرك. دقيقات، مانيش نسوق على المغرب، راني نحكي لك واقع الامر. الجزائر احسن اليوم من بعض المغاربه معليش، والله، هي المخزن الجزائر غير دقيقة، يحترمك الجزائر ويشكرك اليوم دقيقة يخلصك اخويا، مليح. اسمع لي معليش يخلصني راه. الجزائر اليوم داروا غير كيما قانون باش يستقطبوا 6 ملايين سائح، 6 ملايين سائح كل عام. معناتها اننا حنا رانا روطار في قطاع السياحة. كيفاش بلاد 2 ملايين و381 الف و741 كيلومتر مربع دير 30 خطرة بالمغرب، راك فاهم كيفاش؟ انت راك روطار، هو راه يجيو 20 مليون سائح وانت هذا هو راك يجيوك 3 ملايين كل عام، اللي دير به انت 3 نورمالمون. انت بالسياحه اللي عندك نتايا في الجزائر، بالعفايس اللي عندك في الجزائر، وموا تكون كاينه سياحه داخليه. حنا السياحه باك وين يروحوا لتونس، تونس اللي ما عندها والو، راك فاهم؟ اليوم ولات وجهه سياحيه للجزائريين، الوركو هي بلادهم دير 30 خطره بتونس. راك تشوف لا منطق. كيفاش انا نروح لتونس والناس يجوا للمغرب وانايا لهنايا في البلاد ما نروحش في بلادي، ما نقدرش نروح سائح؟ راك تشوف شوف اللي كاين رائد، شوف رائد، تناقض. شوف رائد، الدول كل دولة وكيفها، كاينة دولة مبازية على الفلاحة، دولة على الاقتصاد، دولة على انا على الصناعة، واش دولة انا على مبازين؟ السياحة. خليني نكمل رائد. شوف على واش الجزائر مبازين؟ ماشي هي ماهيش دولة سياحية، الجزائر هي ما تعتمدش على السياحة في الاقتصاد تاعها، نقطة إلى السطر. انت على واش راك على مش واش راك معناتها معتمد؟ المغرب مش معناتها المغرب فور على الجزائر كي عندها السياحة. ماشي هو راه يديفلوبي اليوم، راه عنده اليوم الاقتصاد المغربي، الاقتصاد اول اقتصاد صناعي هو تاع المغرب، اول اقتصاد صناعي تاع المغرب. كانت جنوب افريقيا هي اللي محتله المرتبه اعطيني الاولى. الناتج المحلي الخام تاع المغرب شحال وتاع الجزائر شحال؟ انا نحكي لك الاقتصاد الصناعي الجزائر اون جلوبالمون حنا خير يا منهم. ولد اقتصاد الشركات العالميه يا رائد، ما تغلطش الناس. اسمح لي دقيقه، انا جي بيان بريسيزي قلت لك الاقتصاد الصناعي، الصناعات اللي كاينه داخل المغرب والوزينه تحت المرتبه الاولى. اما الاقتصاد جلوبالمون انت راك خير منهم، باسكو علاش؟ انت عندك البترول والغاز زياده، عندك يعني قطاع المحروقات راه منوصي بزاف في البلاد، وهو عنده قطاع صناعي متنوع لا يتاثر بوسمو راحت لي بالتغيرات الاقتصاديه اللي كيما انت البترول طلع راهي مليحه، هبط البترول راهي مليحه. فهمتني كيفاش؟ دوك نتايا لازم تفهم واش راني نحكي لك انا. هما دوكا فاتحين بلادهم للاستثمارات، باسكو علاش؟ ما عندهمش بترول وغاز وكذا، فاتحين بلادهم الناس يجوا يستثمروا في بلادهم. انت بلاد قاره كيما الجزائر، احنا نعطيك مثال وجاوبني عليه ونجوزو كلمه الاخرى. الشينوي جا انفيستا 6 ملاير ونص في المغرب، دار 12 وزين في المغرب، فاهمني؟ علاش؟ لان اوروبا فرضت عليه لي زامبو، زادوا له لي زامبو فواش؟ في السيارات الكهربائيه والبطاريات الكهربائيه. تطلع يا اخوي دابا بيطلع قول لي سيارات كهربائيه واش يدير؟ راح فتح 12 وزين في المغرب، هكذا 12 وزين هذوك ولا يخدم بهم تركيب سيارات فيزا، نصف مليون سياره كل عام. علاش الشينوي دار الجزائر بون وراح انفيستا في المغرب، رغم اننا حنا عندنا كل ما يسمح له باش ينفيستا؟ خليني نجاوبك وما تقاطعنيش. شوف اخي، الجزائر لانها دوله ذات سياده وتفرض قوانين وشروط للاستثمار، والمغرب تقول للشركات ارواحوا خدموا فابور، الارض باطل ولي زامبو ما يخلصوش والتيفيا ما يخلصوش. وخليني نكمل. شركه رونو درك كي تروح تشوف شركه السيارات، المغرب ما تسال ولا قرش، تسال العماله الموظفين بنصهم، ارخص موظفين في العالم هما المغاربه والشركات يهربوا. اصبر تكذب. وشنو هو مينيموم ويج في المغرب؟ 340 اورو. مينيموم ويج في الجزائر 340 دولار. مينيموم ويج في الجزائر 160 دولار.
انت راك رخيص عليه هو، واش راك تهضر؟ لا لا خليني نتكلم، معليش نتكلم راني رائد، ما قلت لك تقاطعنيش وما تزعلش نحكوا على المغرب، ما تزعلش. ماشي ما نزعق. تتقلقش ما تتقلقش. دقيقة قلت لي باللي انت يا الايدي العاملة في المغرب ارخص ايادي عاملة في العالم، راك نحيت في لاشين العالم جابون. في العالم في العالم، قل من لاشين، مينيموم قل من ويج لاشين اليد العامله في المغرب. مالا انت راك لتحت كاع. اذا هو مينيموم ويج في المغرب 340 دولار، وانت يا مينيموم ويج 160 دولار، اوكي كيفاش هو خليني ارخص يد نتكلم عامل؟ معليش، خليني جاوبني في نتكلم هذا معليش. السؤال. انا كي تجي شركه للجزائر تجيب نصف نصف مع الجزائر وتخلص لي زامبو وتخلص التيفيه، والجزائر تستفاد من الشركه، مش كيما المغرب يستفاد اليد العامله الرخيصه فقط. اخي هم نقابات عماليه في المغرب يقولوا حنايا قعدنا نحضروا رائد الزور. مساء الخير. واش يا اخو مزيان جيت ياسر، واش راك؟ مرحبا لي معنا. ممكن برك نخليو له الفرصه بالك شويه زربت انت عليه راك ضد يجيب المنطق يا لنا رائد، انت راك ضد المنطق وضد يجيب لنا الدليل فقط بانه المينيموم ويج في المغرب هو الاقل في العالم، اقل من الصين واقل حتى من الجزائر. ممكن تقول لنا فقط كم من الحد الادنى للاجور في المغرب؟ قال له جيب لي. شكون انت؟ مين جيت انت؟ شكون خلينا انا؟ نهضروا على الراجل نغلق المايك. واش دخل شكون انا؟ انا طفل صغير في اغلق المدرسه. المايك يا صاحبي، اغلق المايك واستنى دورك. كيفاش راك اصبر تقول نقول على لك مثل الحيوان. ممكن تجيب لنا، ممكن ما تكون تسبش يا قليل التربيه. الحد مثل الادنى. الحيوان مرة أخرى. ممكن تجيب لنا الدليل تاعك. يا رخيص ماكش راجل. صح ماشي بيوت الرذيلة تجيب لنا الدليل. شام الحد الادنى للاجور في المغرب شحال وفي الجزائر شحال؟ الجزائر ما تستفادش من العماله فقط. يا بدك ودي تستفاد تبعني التيفية الحد الادنى، معليش دقيقه شوف. صاحبي. الحد الادنى في الجزائر والحد الادنى في المغرب، جاوبني كونك جاري. اوكي المغربي في شركه الكابل انا شفتهم دايرين حصه مع النقابات العماليه يدي 3000 درهم. 3000 درهم الكرا راه 3000 درهم في المغرب، معناتها شهريته ما تكريلوش. دقيقة شوف. اخر مرة راني حنسقسيك كم الحد الادنى للاجور في الجزائر وكم الحد الادنى للاجور في المغرب؟ اخر مرة اعطيني لي شيف قال في الجزائر طون في المغرب طون، شحال؟ الشرائيه ماشي كيف ما نقدروش نقيسوا بين الاجر. القدره الشرائيه تختلف. صحيح. سلام عليكم. مينيموم ويج الحد الادنى للاجور في الجزائر 160 دولار، الحد الادنى للاجور في المغرب 340 دولار. هذا ما كان كنت قادر تريبوند 360 دولار ولا 40 فاهم، كنت قادر تريبوندي هكذا ونورمال ونتناقشوا فيها. ما انا كنتش نحكي لك على القدره الشرائيه. انت قدمت ادعاء هو انك في المغرب عندك ارخص يد عامله في العالم. ارخص خوتي باش تفهموا مانيش ظالمو، قال لك عندهم في المغرب ارخص يد عامله في العالم، الوغ هو الحد الادنى للاجور اللي عنده 160 دولار. يعني انت كي تروح تخدم تخلصك اقل من المغربي، كيفاش هو عنده الحد الادنى للاجور؟ واش تسنى من واحد رايد يقول لك المغرب ما يستفاد والو من رونو؟ رونو هي اللي تستفاد، مع العلم انه رونو لوحدها توفر 10000 وظيفه مباشره، بلا ما نتكلموا عن الوظائف غير المباشره. المباشره فقط تقريبا 10000 وظيفه. تسمى في هذه فقط راهي تستفاد استفاده كبرى رائد. شوف 250 ألف عامل يشتغل في قطاع السيارات في المغرب. 250 ألف عامل، قطاع السيارات كله في المغرب يخلي 250 ألف عامل. خويا عمار اخويا راني تكيفت باكي الام، والان راه يدير 60000 وانا نستنى. والله العظيم تما نص نهار تاع تما باكي دخان بنص نهار تاع خدمه. وانا نستنى فيه اخويا من الصباح وانا نستنى فيه. تكيفت باكي الان. صدقني خويا باكي الان 60000 في البلاد. 60000 تما نص جورنيه، تما كي تكون تدي 120. دومي جورني خويا، دومي جورني كيما انا دومي جورني تاعي. وكنت كنت باغي نهضر مع هذا اللي كان يهضر درك. والله تفضل يا. كنت باغي نهضر معاه برك، يعني كي قال لك قارن المغرب ويهضر على المغرب بزاف. انا ما فهمتش برك لا مونطاليتي هذه نتاعهم، نتاع العقلانيه نتاعهم، يعني العقده نتاع المغرب هذه من وقتاش بدات؟ هذه ما بداتش من عند هذو الناس هذه دارها السيستم، صنع العدو الوهمي.
اللي هو المغرب برك، ما كاين والو. قول جيب لي واحد، الاخ شوقي وهنا نورمالمون يعرفني قبل 2019، جيب لي واحد لهنا كان في وقت بوتفليقه يهضر على المغرب والله يجبد اسم المغرب الا في وقت تبون. علاه؟ باسكو لو سيستيم هذا خلق الفتنه هذه، خلقها باش للاستمراريه نتاعو فقط. وكاينه واحد الحاجه، واحد النقطه مهمه والله حبيت هذه واحد النقطه حبيت نركز عليها، وراني عايش في البلاد وراني داخل البلاد وراني نهضر. الاخ شوقي كان يطلع فيهم ويقول لهم تربيه بيوت الرذيله، انا راني معاه 200%. هذه باش نوضحها لكم، لا راكم تسمعوا فيا، راه غايفكم الحال منه مانيش نشيت له. انا واحد كي يطلع يسب لي ما لوجيكمون واش رايح نقول له؟ راح نسب له مو جدو صافي. راه هو اقل حاجه كي يقول لكم تربيه بيوت الرذيله هي اقل حاجه. نجوما هذو الناس اللي يطلعوا، انا راني يعني الله اعلم، الله اعلم بليس كيصير ما همش يعني هكذا باطل. اللي عنده انتيري يا مدع مع الدوله يا راهم مخلصينه يا راه محمد تبون هذا راه طالق كلابو بارتو حاشاكم. باسكو لاه حنا نعرفوا الدوله من وقت بوتفليقه، من قبل بوتفليقه ما كان حتى واحد يهضر على المغرب. من نهار جا تبون ولات ولاو كل كونت المغرب، ولات المغرب هذه العدو اللدود للجزائر. علاه باش نخليو تبون يكمل وننساو الجزائر. لا خويا انا نهضر على الجزائر اللي ولا فيها لا معيشه لا يعني. شوف يطلع معايا اي جزائري راني داخل البلاد بنحل الكاميرا، نحلوا الكاميرا ونهضر معاه ونقول له على المعيشه اللي رانا عايشينها، يقول لي صح والله لا المعيشه اللي رانا عايشينها في الجزائر رانا عايشين معيشه كلاب حاشاكم. الناس ولات على بالك وين لحقت خويا. شوف اني ما نعرفكش يعني على كل حال اسمح لي. شوف الناس ولات تتاجر بالمرضى، الناس ولات تجيب المرضى تتاجر بيهم على بالك التيرمو. شوف الاقتصاد الدينار ولا ما يسواش، السرقه ما كفات ولا اللي يخدم ولا درك حاليا درك واش رانا عايشين. عندها واحد الشهرين دوك راهي حملت اعتقالات يوميه عشوائيه. اللي عنده كارل سطله يديوه ب10 سنين، اللي يحكموه هوشه يديوه ب20 سنه 15 سنه. علاه؟ باسكو بدا الشعبي خلاص راح يفيض الكاس، وكيف فاقوا باللي الكاس راح يفيض يا اما دوك بقاو لهم جوج حوايج مخرجين كلابهم يهضروا هنا في التيك توك في منصات التواصل حاشاكم اخوتي، والوجهه الاخرى راح الاعتقالات. كي يجي يقول لك واحد الجزائر راهي مليحه، انا نقول لك راني داخل الجزائر وشوف البلاد هذه ما بقاتش فيها معيشه، يعني اللي قدر يروح غير يروح. يعني انا خاوتي اللي قدر يروح من البلاد هذه خلاص سيبون. عمار دقيقه برك، انا العفسه اللي شوف انا يا كاع واش راك تهضر بانت لي بلي صح. نقول لك علاش. انايا البارح درت فيديو هضرت عليها، انا في حياتي ما شفتش هاد العفسه في الجزائر. هاد العفسه انا بور موا داخله على الجزائر خاصه في النهار. ليك خو ما تطولش في الفيديو سينياليوك، ما تطولش خويا. راكو لاش انا وحده تراكولي اون بلان جور جامي شتا. انايا وحده يساومونها على ما نقول لك دقيقه يصبر عمار يا خو. وحده يساومونها على شرفها هكذا جهارا نهارا مازال ما شفتهاش، اول مره نشوفها في الجزائر. انا راسي باش والو وراء تسمى اللي يا راعي تسمى اللي في المروك كاع اللي صار كاع مش والله هاي العفسه هذه. نهضروا الصح يعني.
اللي هاي صاير هذه كاع هي. في المروك مش بصح انت مروكيه، نحوس نفهم، انت مروكيه، انت مروكيه. كرهوكم المراركه، راكم متشيات ياسر كرهوكم. لا انت مروكي، يعني جزائري نهضر معاك، انا جزائري. انت شفت ما دوك مروكي. علاش نهضرش مع راني نقوش، انا ما نهضرش مع ما نقوش. علاش ناقش، علاش كطيح، علاش السيد هذا يا اخي هذا كي ما تقول له تربيه شوف بيوت خويا، انا الرذيله، وشو 40 سنه. المصطلح الاخر؟ دقيقه لا خويا. لا لا نهضروا على الجزائر، على معليش بالي تصرف نو مع مي فرنسا. هاد لافايس يصراو بين الدول، راني نفهم فيك دوكا بيكاسيوس عندها يصرا. كيلكو زان، كي بيكاسيوس صلات عندها بزاف، دوكا نحكي معاك دوكا. بصح انا نقدر هما نبعث لك سيدي كتاب. زانمي بواش قول لي برك يا اخو، قال لي يا اخو واحد شوف زوج ثلاثه. انا نقدر نبعث لك كتاب تاع انونسيان ديزرتور دو موساد كي في او زيتازيوني دركا، خرج هذا في لي زاني 90. يقول باللي لو ماروك كان عندهم اون ستاسيون ديكوت وين كانوا يسمعوا الجزائر حتى ليبيا اليبوك، كانت عندهم في لي زاني 70.